هاي الشوربة إذا جربتوها بهالطريقة أنا واثق رح تعتمدوها كل الشتوية. بنزل الخضرة كلها وهلا فوق الرشة من زيت الزيتون. إذا بدكم إياها للدايت لا تكتروا زيت، ورشة ملح، فلفل أسود، بدي أحط شوية زيت زيتون. وهلا بعد ما حمي الزيت شوي بدنا ننزل البصل. بدي ننزل مقدار 6 اسنان من الثوم. بننزل فوقهم ملعقة صغيرة من الكمون، رشة فلفل أسود. وهلا بعد نص ساعة شلنا صينية الخضرة من الفرن. وهلا بعد ما حركناهم شوي بدنا ننزل فوقهم ب3 لتورة من المي السخنة. وبدي احط معه ورقة من الغار. وهلا باخر 5 دقائق قبل ما نشيله عن الغاز ب5 دقائق بدي انزل عليهم السلق المغسول ومقطع ناعم كتير. اخر حركة كحركة اختيارية فينكم بلاها. انا شلت قسم من الشوربة بدي اخلطهم كتير منيح كرمال يعطيني قوام ناعم. رشة زيت صغيرة غير بعصرة حامض. الريحة لحالها خرافية. هاي الشوربة إذا جربتوها بهالطريقة أنا واثق رح تعتمدوها كل الشتوية.